الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالهدى ودين الحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وتسليما كثيرا وكبيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتذكروا أن الليالي والأيام إنما هي مواقيت وخزائن للأعمال ومواعيد لنفاذ المقادير والآجال ومصارع العمال، وأن الأعمال كلها محصاة والآجال مدناه، ومن حضره أجله انقطع عمله. ألا وإنكم في ممر إلى المستقر، فإن الرحيل من هذه الدار محتوم، وإن المصير حقا إلى الحي القيوم. فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها الناس، وتذكروا أن الله تبارك وتعالى قد اصطفى لكم الدين وأكمله ويسره وأتم به الإنعام على المكلفين، ومن به عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وخاطبكم بقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا معاشر المسلمين وعيد من الله تعالى للمخالفين لأوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى، وأن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه شهداء على الناس في كل زمان بحسب حياتهم ومقامهم، وهذا كائن بحسب حياتهم ومقامهم وجهاتهم، وأن المرد إلى الله تعالى كائن لا محالة إلى يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبلى السرائر. وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا، فأهل الحق الأخيار ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان شهداء على الناس كل في أرضه، فمن شهدوا له بخير وجبت له الجنة، ومن شهدوا له بشر وجبت له النار. وإنما تعتبر الشهادة يوم الموت وبعده. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل، أي اقرأ، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له الحديث بطوله. وفيه: وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته
قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. نسأل الله تعالى حسن الخواتيم. أيها المسلمون، إن كل شخص مكلف من ذكر أو أنثى من هذه الأمة مسؤول عن عمله ومقرر به في دنياه، فلا تصح عبادته ولا ديانته إلا إذا كان مخلصا لله تعالى في قصده ونيته، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم على هديه وسنته، مستقيما على دين الله تعالى وفق شريعته، فبهذا تصح الأعمال في الدنيا وما بعدها، ويترتب على ذلك الثواب. وكذلك إذا مات الإنسان ووضع في لحده فإنه يسأل أسئلة ثلاثة: أحدها من ربك، وثانيها ما دينك، وثالثها من نبيك. فيسأل عن معبوده، أي هل وحد الله تعالى بدين الإسلام، هل عبده وحده لا شريك له متقربا إليه. ويسأل كذلك ما دينك، فهل استقام على دين الإسلام وترك الشرك والابتداع. ويسأل كذلك من نبيك، يعني هل اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في علمه واعتقاده وقوله وعمله. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم بعد ذلك يأتيه نصيبه في قبره، نموذج من جزائه على عمله في الحياة الدنيا، فإن كان صالحا صار عمله له مؤنسا، وفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، فيقول شوقا إلى الله تعالى: رب أقم الساعة. وإن كان كافرا فاجرا فإنه والعياذ بالله يفتن في قبره ويعذب، ويكون عمله جليس سوء له يكرهه، يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك. ثم يفتح له باب إلى النار يأتيه من عذابها وسمومها وغير ذلك من ألوان ما فيها، حتى والعياذ بالله إنه ليضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما أهل الإيمان فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. معشر المسلمين، إن هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد لله تعالى، واستقامته على دين الإسلام، معرفة العبد لله تبارك وتعالى وإخلاصه له، واستقامته على دين الإسلام، واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم على هديه وسنته، هي معايير القبول ودلائل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. فعلى كل مكلف ناصح لنفسه أن يتفكر في دينه وعمله قبل يوم رمسه، هل هو على الحق أم على ضده، ليتدارك أمره ما دام في فسحة من الأجل ومهلة ومكلة من العمل قبل فوات الأوان والعجز عما كان بالإمكان. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا الله تعالى على نعمة الإسلام وما جاءكم له في كتابه سبحانه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جعل الله لكم من سلف الأمة الصالح مما يبين ذلك لتتبعوهم بإحسان.
اشكروا الله تعالى على نعمته واغتبطوا بدينكم وأثنوا على ربكم إذ هداكم إليه، واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على سنته، واقتدوا بسلفكم الصالح، فإنهم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه، واسألوا الله الثبات على دينه حتى تلقوا الله تعالى عليه غير مبدلين ولا مغيرين. اسألوا الله تعالى حسن الخواتيم وحسن العقبى في الدنيا والبرزخ والأخرى. أسأل الله ذلك لي ولكم ولوالدينا وولاة أمرنا وإخواننا في دينه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا مسؤوليتكم تجاه هداية الله تعالى لكم لدين الإسلام، وأن الله تعالى شرح صدوركم له وجعلكم من أهله. اشكروا الله على نعمته، وأسأل الله تعالى التثبيت على ملته، واستعيذوا بالله تعالى من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها المؤمنون، إن أكثر وشعوب الأرض اليوم كلهم على طريقة هالكة، لأنهم إما أتباع للهالكين الماضين أو المعاصرين الباقين، قد مضى كل ولا زالوا على مر القرون تتوالى الأجيال وعلى توالي الأجيال واختلاف الأجناس وتباين الجهات واللغات، جملتهم في جهالة جهلاء وضلالة عمياء عن حكمة خلقهم ورزقهم، وعن وظيفتهم في حياتهم ومستقبلهم بعد موتهم، وأنها هي عبادة الله تعالى وحده بدين الإسلام الحق، أن يدخلوا فيه جميعا ويتدينوا به لله تعالى لا بغيره، فإن الله تعالى قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي سبحانه وتعالى بأمره أن يدخلوا في دين الإسلام عامة، وأن يعبدوا الله تعالى بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، ومنهاج من جاء بالشرع لتطيب حياتهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لتطيب حياتهم في دنياهم وفي آخرتهم وبعد مماتهم. وأن هؤلاء الذين جهلوا ذلك عاشوا وماتوا في حال خواء روحي وتعب نفسي وضنك معيشة وخوف من تصرف غير مسؤول، وهم إلى مستقبل مجهول، ولم يسعدهم ما هم عليه من أمور الدنيا علمهم بأمور الدنيا الظاهرة لجهلهم بالدين الحق وشأن الآخرة حين الوقوف بين يدي رب العالمين. فلما جهل أولئك المساكين هذه الأمور العظيمة عاشوا تلك العيشة العسيرة الأليمة
وعموا عن حياة ومستقبل الآخرة القادمة اللازمة، وإنما جهلوا بأسباب عدة، منها إلف لموروث لم ينظروا في مصدره ومضامينه ومقاصده، ومنها تعصب لأسلاف هالكين يحسبونهم على شيء وهم ليسوا على شيء، من أصحاب رئاسات وسياسات طاغين متجبرين، أو إتباع لذوي تدين مخترع مبتدع ضالين ومضلين، أو على ظن خاطئ أوهم عدم الحاجة إلى الدين الحق، مع أنه أمر فطري وحاجة نفسية تحصل به الراحة والانسجام مع النظام الكوني، ويحصل به الخير ويتقى به الشر بجميع أنواعه، فيحصل بالاستقامة على دين الإسلام خير ما تجري به المقادير، ويتقى شر ما تجري به المقادير. عباد الله، ولا شك أن معشر المسلمين في كل زمان ومكان وعلى حسب أهليتنا وقدرتنا مكلفون ومسؤولون عن تبليغ دين الإسلام لتلك الأمم مع بيان حقيقته وشأنه وحسن الأسوة فيه. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو الإمام والأسوة: وادع إلى ربك. وقال تعالى للأمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الدنيا وما فيها. أمة الإسلام، إن دعوتنا إلى توحيد الله تعالى بدين الإسلام مع حسن الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تعالى وعبادة مشروعة، وهي كذلك اتباع وحسن تأس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك شكر لربنا تعالى على أن هدانا للإسلام، والله تعالى يحب الشاكرين. وهي إحسان إلى هؤلاء الهمج الرعاع الضائعين من الأمم الذين هم في طريق إلى النار إن لم يستدركوا ويؤخذوا بحجزهم عنها إلى الجنة. وهي كذلكم أي الدعوة إلى الله تعالى من أسباب زيادة الهدى والتثبيت على دين الحق، ومن أسباب ظهور دين الله تعالى للعالم الخاص والعام، ومن أسباب عزة أهل الإسلام والتجارة الرابحة التي لن تبور مع رب العالمين. فاتقوا الله تعالى واذكروا منته عليكم، وقوموا بالواجب عليكم تجاه هذا الأمر العظيم، ومن ذلكم الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسداء النصيحة لمستحقها. واستعينوا بالله تبارك وتعالى، وكونوا على فقه في دينكم، وارجعوا فيما أشكل عليكم إلى علمائكم الذين أمركم الله تعالى بالرجوع إليهم، وذلك تزكية لهم. استقيموا على ذلك واسألوا الله تعالى الثبات عليه، وأدوا هذه الأمانة العظيمة نيابة عن وخلافة لنبيكم صلى الله عليه وسلم، ورحمة بالخلق قبل لقاء الحق. اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.